الرحيم. إخوة أعضاء المكتب السياسي، وكتاب الأقاليم، الكاتب الجهوي بالنيابة، أيها الحضور الكريم. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء الكتابة الإقليمية وكافة مناضلي نزكان أيت ملول، نتمل مبادرة فرع نزكان التي تعتبر متميزة لأنها جاءت في إطار ونحن نعيش ما نظمه المكتب السياسي فيما يخص يوم الوفاء. تأتي كذلك في فترة التي نحن في حاجة إليها لاسترجاع الذاكرة الاتحادية. تأتي كذلك في فترة إعادة بناء الحزب وتشبيبه. طبعا الحال هذه المبادرة أتت لنبش في الذاكرة الاتحادية وإعطاء انطلاقة جديدة أو تسليم المشعل لشباب اتحادي سار على درب الذين نحتفي بهم والذين وفتهم المنية. ولكن مناسبة كذلك كما قلت للإخوة، وهذا الحضور الغفير الذي يبين عن نجاح اللقاء، أن كان لقاء كذلك نلتقي مجموعة من الاتحاديين والاتحاديات الذين لم نلتقي بهم مدة طويلة. إذن كانت مناسبة كذلك للقاء وتجديد العهد. إذن أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، فالمحتفى بهم لسنا في مستوى الإشادة بما قاموا به، لأن لا يسع ذكر لسرد نضالتهم والجهودات التي قاموا بها في أيام الرصاص عندما نتحدث عن المحتفى بهم، أو نتحدث عن كيسكية أو التحفيظ أو ما لقوه من تعديل ومن تضييق في مدينة زكان. هذه المدينة كانت أصلا في منطقة سوس هي منطلق النضال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الشراكي. وبالمناسبة إذن نتمنى المحتفى بهم طول العمر، ونرجو من الله عز وجل أن يرحم المتوفون منهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.